السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي كل سنة وانتم طيبين والف الف مبروك الف الف مبروك. خلص ماتش الاهلي فاز الاهلي على بيراميدز، فاز الاهلي على الطموح، فاز الاهلي على البطاطس، فاز الاهلي على رمضان صبحي وعبد الله السعيد، فاز الاهلي على فلوس الامارات. حبايبنا اهل الامارات، الف الف مبروك للنادي الاهلي وجمهوره. خلص ماتش ملحمة، ماتش صعب وعصيبه جدا. 2-1 للنادي الاهلي، يعني فوز. الحمد لله. كان ماتش 120 دقيقة، ماتش الشوط الأول بايخ قوي، بس الأهلي كانوا رجالة. مبدئيا الفوز ده يهدى مبدئيا كده جمهور النادي الأهلي. رقم واحد الماتش ده لجمهور النادي الأهلي اللي فضل يحمس ويحتفل، ما هزش ثانية. الجول لما دخل فينا الاهتاف بتاعه ما اتقطعش ثانية وكمل الهتاف على طول. يلا هنعوض ونجيب، والحمد لله كان رد في دقيقتين ونجيب التعادل. انا مش عارف اصلا النهارده الاهلي كان هادي. سيبك انت بقى، بعيد عن الفنيات وبعيد عن اي كلام من ده يا جماعه. مبدئيا كده خش ادعس دوس لايك كده للفيديو، ولو انت فوز يعني دوس لايك وكومنت وشير. دلع الدنيا، ما احنا لو ما دلعناش دلوقتي هندلعها امتى؟ لو ما دلعناش دلوقتي هندلعها امتى؟ لا انزل اضرب لايك كده. اهلاوي محترم دوس اللايك، زملكاوي محترم انزل برضه دوس اللايك. ما كانش ليك دعوه بالماتش. يعني كسبنا ما زعلكش فحط لايك. الحمد لله. النهارده الاهلي كان 11 راجل وخمس رجاله تانيين نزلوا. فريق كان كله في قمه التركيز. اتصاب رامي ربيعه، نزل مكان ياسر ابراهيم. راجل ومركز. الواحد اصلا عرقان من كتر الانفعالات المكسب جاي بطريقه رخمه قوي. النهارده حبيت اقول شابوه، اقول شابوه. النهارده 11 راجل في الاهلي، 11 راجل في الملعب. كولر كان اقل واحد في الماتش النهارده، مارسيل كولر. بس الاهلي كله كان كويس. بدايه من الشناوي مع كده يعني فاهم، عديها مش مشكله. المكسب بيضيع كل حاجه الصراحه. الف مبروك للنادي الاهلي والف مبروك لجمهوره. الشوط الاول كان، انا عايز اتكلم بس على الفاول بتاع رمضان صبحي واصابته اللي رامي ربيعه. الانطره ديت حاجه يعني من ارخم الاصابات، لان انت بتخلي واحد يطلع في الدور الثاني وينزل على راسه. يعني ده اعتقد انه ممكن يكون جاله ارتجاج مثلا ولا غياب عن الوعي ولا حاجه، غير الاصابه في الكتف. مش عارف هي متعمده ولا مش متعمده من رمضان اللي كان منفعل قوي. يعني انا شفت رمضان بيلعب قصاد الزمالك وفي ماتشات كتير عمره ما كان بالحماس والانفعال ده. كذلك عبد الله صبحي، عبد الله السعيد عمره ما كان بالانفعال والحماس ده. ده غير طبعا فتح الله ومش عارف مين والشله الزملكاويه اللي بره ديت. الف مبروك للنادي الاهلي. الماتش اصلا وتفاعلك مع الواحد. انت بص، انا انا متكيف ناو، انا كده مزاجي في الجون، انا كده 100 100. عجبتني الشكله بتاعت محمد عبد المنعم من رمضان صبحي ديت هو خارج. بص، بغض النظر بقى عن الطرد بتاع محمد عبد المنعم، بس انا عاجبني ان محمد عبد المنعم بارد مع الاشكال البارده اللي هي دي. محمد شبيه ده ولا اسمه محمد الباك اليمين بتاعهم المستفز البارد الواد ده كان لازم نتضربه كمان والله. انا عاجبني محمد عبد المنعم اما بتفرج كده على الماتش احيانا عليه مثلا أقول لو انا كنت لاعب كنت رحت ضربت راه ولا شتمت ولا عملت. الاقي محمد عبد المنعم بيقول لي ولا تزعل نفسك يا برو، انا هعمل لك اللي انت عايزه. خد الضرب في وشه. النهارده 2-1 الكاس رقم 38 للنادي الاهلي من خلال 90 كاس، رقم قياسي محدش يقدر يوصل له. الزمالك 27 كاس تقريبا او 28، مش متذكر لانه بعيد شويه. فالاهلي رجع ياخد كاس مصر. الاهلي بطلا لكاس مصر 2021 2022. الاهلي فرحنا النهارده الحمد لله. كنا عن الحدث انا كنت شايل هم والله الجمهور اللي بره. لا قدر الله كان يروح حزين ولا حاجه. إيه طبعا ما كانش في جمهور لنادي بيراميدز. مش عايزين لسه الاحتفالات شغاله فانا لسه اتفرج عليها دلوقتي. بص يا جماعه، مبروك للنادي الاهلي ومبروك لجمهوره. هتقول ايه؟ الجول الثاني بتاع حمدي فتحي اسيست عالمي من حسين الشحات. والكوره في الفنيات بقى والكلام ده انا عامل فيديو تاني بعد ما الاحتفالات تخلص اتفرج عليه. والكوره يعني بتاعت حمدي فتحي دي قررت الماتش قبل كده في الدوري، ان هو يبقى في قلب الملعب ويقطم من قلب الملعب وياخد الكوره اللي تحط له على الارض او تحط له في العاليه فهو ينكشها يحطها في الجول. يعني مش والده الصدفه الكوره، وحاول يلعبوا عليها كتير من اول الماتش. حتى لو لاحظتم حمدي فتحي النهارده ما كانش ثلاث خط وسط، لا ده حمدي فتحي على طول كان هو اللي بيضغط مع كهربا قدام. ودايما بيلعب بحريه زياده عن اللازم او واخدها بوكس تو بوكس، بس متحرر قوي عن السوليه.
النهارده يعني خط النص بتاعك كان رايق، خط الدفاع بتاعك كان رايق، علي معلول النهارده كان كويس، محمد هاني يسطر على الجون الاول لان هو اللي مغطي التسلل، بس مش مشكله يا عم، مسامحين، كسبنا ومسامحين في كل حاجه ان شاء الله. عاجبني قوي بالنسبه لحسين الشحات، راجل المباراه حسين الشحات بالنسبه لي بعد الجمهور طبعا. إيه، حسين الكره اللي هو شالها مع خط الجون الثانيه، نزل لها كده برجله وبصدره، خدها على صدره كده ويعني بص دلعها، كان حنين على الكوره. ده غير الكوره برده في الاولانيه اللي كانت بعد التعادل، اللي كانت دربكه ديت، اللي اتصلت على 3 مرات، اول واحد شالها كان حسين الشحات برده، ان شابوه النهارده حسين الشحات، وكان بياخد المشوار كله ينزل يغطي مع علي معلول. لا 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 النهارده ال 11 راجل، ديانج نزل كان راجل، قفشه النهارده نزل مع انه ما كانش قد كده بس كان بيلعب بروح ورجوله، محمد شريف نزل في كام دقيقه بس تاكلينجات ومش عايز الكره تعدي، الكره هتتقطع. مروان عطيه ايه يالا الحلاوه دي، ايه الطعامه دي، في كل حته وفي كل مكان وبيقطع، اكتر واحد بيقطع، اكتر واحد بيلتحم. عمل تاكلينج النهارده على عبد الله السعيد من على وش ال 18، بيفكرني بتاكلينج حمدي فتحي قدام زيزو في كان زيزو ولا فرجان ساسي 2020 في ماتش القاضيه بتاع اي قذيفه جات يا باتشيكو صحيح. حد يسال باتشيكو على القذيفه، والله العظيم. دوس بس يلا، لو انت ما دوستش لايك دوس لايك، يلا خلينا نكمل الفيديو، دوس لايك واعمل كومنت برايك وقول لي شكرا ولا قول لي اي حاجه. طبعا كلنا اخوات واهلاويه وبنحب بعض، من كل اهلاوي محترم انزل دوس اللايك حالا، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. يعني ساعتين وهينزل ان شاء الله عن فنيات الماتش، ونتكلم بتفصيل عن الماتش ومارسيل كولر ورجاله الاهلي ال 16 راجل النهارده اللي كانوا على قد الحدث والموعد. واهم حاجه ما شمتوش رمضان صبحي فين. وبالنسبه يا جماعه كهروب، كهروب اللي كان النهارده مكهرب مدحت شلبي قوي قوي، مش عارف مدحت شلبي كان ماله النهارده، كل شويه يقعد يقول لك كهربا الاهلي عايز محمد شريف، يا عم محمد شريف بيلعب كان بيجيب اجوان، احنا بنشتغل بعض، فضل ماسك الماتش لحد الدقيقه 70 لحد ما كهربا جاب جون. الاهلي محتاج محمد شريف راس حربه، كهربا مش موجود، كهربا مش مؤثر، كهربا مش ظاهر، كهربا مش عارف، يا عم كهربا واخد كل الكرات العاديه، كهربا بيلتحم على كل كوره، كهربا بيلتحم على الكوره الميته قبل الكوره بتاعه، واول بقى ما كهربا جاب الجون يعني مدحت الشلبي بيمجد في الراجل، يعني مدحت الشلبي بيتكلم على الراجل، يا مدحت، يا مدحت. كنت عايز ارن على شوبير اقول له فين مدحت شلبي، قول لي مدحت شلبي موت الراجل وحسسنا ان احنا نلعب عاجزين من غير راس حربه، الراجل جاب جون مجد فيه بقى، يعني قول اي حاجه مفيش، يعني فاهم، كلام في اتنين كلام كده ويلا وعدت يا جماعه. بالنسبه برضه طرد محمد عبد المنعم طرد صحيح لان ضربه من غير كوره، بس انا فرحان ان هو ضرب اصلا ده مستفز، وكنت عايز اضرب رمضان صبحي كمان وهو خارج بس يلا. كنت برضه بالنسبه لركله الجزاء عشان ناس كتير قالت هي ركله الجزاء، يا جماعه الكوره يعني فاكرين ركله الجزاء بتاعت السنه اللي فاتت في ماتش الرجاء تقريبا، اللي هي الكوره جت في رجل في ركبه اللاعب، واحنا بالنسبه لنا ظهرت اللي جايه في ايده، كانت في دوري ابطال افريقيا مع الاهلي، الزاويه خداعه، الزاويه ديت في زاويه بينت الكوره جايه في ايده فعلا، بس في الزاويه اللي هي عدت منه للفار، لا الكوره يا جماعه بعيده عنه، الكوره بعيده عنه، حتى مثلا ممكن تشبه شويه بكوره حسين الشحات اللي هو شالها بصدره ومثلا ممكن ريحت على ايده، بس من وجهه نظري يعني هنشوف الخبراء التحكيم انها مش ركله جزاء. وبالنسبه برضو للتحكيم، آه بص، خد بقى النهارده هتمشي على النغمه، انا بقول لك قبلها اهو، هتمشي على النغمه حته ان التحكيم كان كويس والتحكيم المصري كان كويس وامين عمر ما غلطش والفار كان مركز وصح 100 100، لا بس يا جماعه كان في اخطاء تحكيميه، الكره على النور، الكره بتاعت رامي ربيعه اصابه رامي ربيعه انذار، وفي كور تانية يعني فاولات بقى وحاجات وحبشتكنات وكلام من ده، يعني تحس ان هو ايه ماشي بمزاجه كده، مين اللي ضغط حاليا احسبها له، مين اللي مأثر عليها حاليا ما احسبها كده، كان ماشيها حسابات، ما كانش ماشي فير قوي عشان الكوره على النور، فالتحكيم ما كانش افضل حاجه وما كانش احسن حاجه، بس الحمد لله كسبنا. كهربا حط الجون، الجون يا جماعه مش تسلل، لان الكوره ما اتلعبت من راس ياسر ابراهيم، شابوه الراجل قوي اللي كنا محتاجه بنلاقيه، ياسر ابراهيم رجوله، احلى مسا عم ياسر. لعبوا الكوره في اتنين كانوا في ظهره، في يعني رجل كهربا، في اتنين سابقين اخر رجل الكهرباء ولا اخر حته من الكهرباء، فالكوره مش تسلل منع للقيل والقال. بالنسبه بقى للفار، لو قلنا مثلا الفار او الحكام اثرت على مين النهارده ولا كانت في صف مين، فانا اعتقد من وجهه نظري انها كانت في صف بيراميدز، فمفيش اي حجه اطلاقا ان حد يقول لك الاهلي كسب بالتحكيم والفار وبيراميدز كان عنده حق. ونشوف بقى الهجاص رضا عبد العال هيطلع يتكلم ايه النهارده ويقعد يقول لك الاهلي وحش، يا جماعه بالنسبه للفنيات اللي كانت في الماتش عشان ايه ما خلصنا الموضوع ده، بالنسبه للفنيات اللي كانت في الماتش استحاله استحاله استحاله
فريق هيلعب نهائي كاس مصر وقصد فريق عنيد بالنسبه له او فريق متاسس عشان انكفك وابقى العب وانا هادي ومركز والدنيا كول بالنسبه لي؟ استحاله يا جماعه. عشان يعني اذا امرت ان تطاع فامر بما يستطاع. فيعني الماتش كان فيه حماسي زياده عن اللازم وفيه الخوف متمكن عن اللعيبه، واللعيبه خايفه ان بيراميدز تاخد اول بطوله على قفاهم، لا اكتر ولا اقل. وزي ما قلت لكم نتقابل في فيديو جديد. سلام عليكم.